يم الشهيد اسجدي لله وسبحي وسمي وصلي. ابنك شهيد رب اختاره في الجنة فرحان متهني، وبعت رسالة ورسالته هي: نحميك يا بلدي ونستشهد والكل فينا كان مستني، لنفس خاينة ودم خسيس من الإرهاب أبو فكر رخيص. إرهاب على مين؟ ده احنا ولادها وجنودنا خيرة أجندها، وإحنا خير جنود الأرض وبفضل ربنا نحميها، بأرواحنا وأرواحنا فداها، ومن قلوبنا وده كان وعد، وفي الوعد كان قلبنا صافي. ما هي أمنا والحضن الدافي، وتربى من خيرها كتافي، وأقل واجب أديلها إن أنا أستشهد في سبيلها، ده الدم في عروقي من نيلها، كلنا نفديها ولا نكافي. ارتاحي يا أمي وما تخافي، ابنك شهيد في الجنة ارتاح، ورسالتي هي نضال وكفاح، وبدعي رب الأولادي بروحي سبحانه الهادي، لو حد فيهم جت ساعته يكون شهيد لأجل بلادي. أصل الشهادة دي شيء غالي من رب سبحانه العالي، شهادة في سبيل الواجب للجنة ومفيش فيها عواقب، وده سهم في قلوبهم ثاقب، سبحانه هو اللي يعاقب بعدله سبحانه العادل، ولا تناقش وتجادل، ما هو ده كلام كل الأديان، وبلاش عن الحق تبادل. ورسالتي لكل ولاد بلدي: ما تملش للفكر الهمجي ولا كلامه فيكوا يأثر، الفكر ده عمره ما يصلح، ده فكر دايما بيكسر، وانت اللي فيه هتكون خسران، وطبعا خسارتك بتحصل. حرمت روحك من الجنة وجمالها ونعيمها الأبدي، ومصر تتبرأ منك وتقول ده عمره ما كان ولدي. ورسالتي ليكوا مش للذكرى، رسالتي ليكوا دي شيء واجب، واجب تجاه وطني الغالي، سبحان ربي كتبها لي، ونلت منازل الشهداء بعظمته ربي وهبها لي، والحمد والشكر الربي سبحانه في مقامه العالي.